يا هلا بالحبايب. اليوم قلنا ما راح نسوي لكم فيديو بالمكتب وبورينج وبس نشرح ونمنتج وننزل لكم على الانستغرام. احنا اليوم طالعين جولة حتى نشيك على المشاريع اللي يشترط فيها كل زبائننا ومستثمرينا، حتى نوصل لهم فكرة الاطمئنان وفكرة الاستثمار الممتازة اللي موجودة بهيدا البلد اللي هي بلد الإمارات. ونحن هيدا الشيء بنعمله بشكل عام أسبوعيا. الخطوة الجاية ويانا، لأن هي خطوة ونخطيها سوا. اليوم خصصنا المشاريع بنغاطي، وأول نقطة راح نروح لها جدة. الله الله حبيبي، مشروع قلبي اللي أموت عليه، بنغاطي كولينان. العشق على هذا الفيو باع الفيو. دبي فل سكاي لاين، الفل. عندكم فريم دبي هنا، عندكم الهيلث كير سيتي هنا، داون تاون برج خليفه هنا. ورا السكاي لاين شنو جاي؟ القصر مال سمو الشيخ محمد بن راشد. ورا شنو جاي؟ نادي الوصل. ورا شنو جاي؟ رأسا مشروعنا. يعني ماكو اي شيء راح يطلع قدام هاي البنايه، الفيو راح يبقى دائما هيك. ليش؟ لان نادي الوصل هاي الارض هم مشتريها، ولحد هسه ماكو اي مخطط انه راح يبنون اي شيء عليها. واذا بنوا ممكن يبنون ملعب او فاسيلتي مثل اللي تشوفوها، يعني لو رايز. فهاي البنايه كلش مميزه، اموت عليها، تحمست. وبعدنا بدايه الفيديو لازم ابقى بنفس الحماس. علي شنو رايك باللوكيشن؟ اللوكيشن خارق، يعني نحن عم نحكي على منطقة لوكيشن بنغاطي كلنا، صاير على شارع رئيسي. هيدا الشارع الرئيسي نفسه انت من تتحرك من هيدي الزاوية على الشارع الجسر اللي ارجيناكم عليه، حتكون مباشرة انت 6 دقائق 7 دقائق على برج خليفة. فما عندك هيك لوكيشن بدبي. بالاضافة لهالشيء انه هو قريب على مطار دبي الاساسي، على 3 شوارع باي ذا واي صاير. 3 شوارع هذا رئيسية. الشارع الرئيسي، وشارع لطيفه هوسبيتال اللي ياخذك رأسا وين؟ للمترو مال الجداف، وياخذك للفرساتشي هوتيل. ورانا دبي كريك هاربر، يعني احنا 10 دقائق ربع ساعه عن كل شيء بدبي. مهما كان المطور باوع، لو دانوب، لو داماك، لو اعمار، لو اي واحد باني هنا كان هم اجينا صورنا هذا الفيديو، صح لو لا؟ لوكيشن از كي. علاوي كرك شاي عليهم. هذا الجسر الجاي تشوفونه هذا رهيب، لان الناس اللي عايشه بالجداف راح بس ياخذونه منا ينزلون من الجهه الثانيه ورا 6 دقائق بالبزنس باي. الحلو بالجداف عندكم اماكن كلش راقيه مثل الفرساتشي هوتيل، مثل الواتر فرونت اللي صاير قدام المنطقه، وعندكم اماكن شعبيه بيها الكرك وبيها البراتا وبيها الشاورما. اكو ملاعب طوبه للكوميونتي، اكو ملاعب باسكت بول. المنطقه حيويه جدا. المترو يبعد دقائق فقط عن بنغاطي كلنا. هيدا الشيء بيعمل لك فاليو بقيمة العقار، وبيحمس كثير الناس اللي تريد تأجر عندك أو تشتري من عندك. الجو بدا يصير حار، احنا نحب هاي الأجواء. من ثقافة والروتين الإمارات واللي عايشين بالإمارات هو أنه بين فترة وفترة تجي تضرب لك شاي كرك اللي هو هندي، بس دخل بالثقافة الإماراتية أوتوماتيكيا، وصار شيء حتى احنا العراقيين نموت عليه. We'll have 2 كرك تي بليز. اجواء طيبه. باعة بالزعفران والحليب المكثف. هتستغربوا انه نحن بالحر ونشرب كرك. صحيح. علي، احنا اكو موضوع ما نقدر نحكي به، اللي هي الازمه اللي مرينا بيها والاحداث اللي صارت بالمنطقه اخر اشهر. شنو رأيك أنت كونك كل يوم مع المستثمرين بتواصل مستمر؟ اللي نحن بنحسه انه نحن نحدد دوما كساهي استيت على تواصل دوما مع مستثمرينا، نحاول نطمئنهم نحن موجودين دوما على الارض. وطبعا الامارات ما في داعي نحكي عنها كثير، بفضل قيادة الحكيمي هذا البلد يعني دوما بيقدم لك مفاجآت من ناحية الأمان، من ناحية الاستقرار، من ناحية الدعم بكل التفاصيل. لحد الآن مستثمرينا بعدهم واثقين بهذا البلد وبيحبوا هذا البلد مثل ما نحن بنحبه طبعا، وبعدهم مستعدين للشراء وبعدهم مستعدين للاستقرار. وحتى نحن كشركة ساهي استيت نحن كان توجهنا أكثر شيء كان للعائلات، للفاميليز اللي هي تريد تنتقل من بلدان ثانية على الإمارات، وهذا الشيء البلد اللي عم تقدمه حقيقة. يعني الأمور طيبة؟ الأمور طيبة. الأمور طيبة. هسه نقدر نركز على الكرك؟ ركز على الكرك. أوكي.
واو. وهذا فندق الفرساتشي، شوف الكونتراست ما بين الستريت فود والفنادق الخمس نجوم كلها بمنطقة واحدة. وصلنا هسه بالفرساتشي هوتيل، بس بدنا نراويكم شوية المنظر على السريع، المسبح واليخوت والمنظر الحلو والقصر هذا الجميل، وانتم 10 دقائق عن برج خليفة. من الجداف ننتقل لمنطقة الميدان اللي بيها المشروع مال مرسيدس بنز، بنفس المنطقة اللي أنا ساكن فيها. على هذا الشارع الجميل مليء من الخضار والمساحات المفتوحة، وطبعا هاي كلها فيلا اليمين ويسار، راح نوصل إلى مشروع مرسيدس بنز من بنغاطي اللي هو من أجمل اللوكيشنات اللي موجودة اليوم بدبي، لأن احنا هسه نبعد 16 دقيقة عن سنتر دبي. بلشت أجواء مرسيدس تبين بالمنطقة، باع الماركتينج، باع الذوق. ما أجمل هذا الموكب، تخيل هذا بعد يومين يصير حقيقة، تخيل ما أجمله. ندخلكم شوي بالأجواء. بين فترة وفترة نجي هنا نشوف المشروع وشنو تطورات مالته، وما ننسى انه مشروع مرسيدس انطرح قبل شهرين 3 بس اوريدي كونستراكشن مبلش. هذا الشيء مو مثل كل المطورين، بنغاطي يبلش قبل الطرح، مطورين اخرين هواي من عندهم يطرحون المشروع ورا سنة ونص يلا يبلشون بناء، فهذا الشيء كلش يطمن المستثمرين. فاحنا اليوم اجينا نلتقي بالتيم نسوي وياهم اجتماع، وبعدين راح نروح على الكونستراكشن ما نقدر نصورها بس نعطيكم اخبارها ان شاء الله. المنطقة بعد هي ناشئة مثل ما تشوفون، اكو بيوت جاهزة، اكو اراضي بعد هي مبنية، وهذا الشيء مغري لهواية ناس يردون يستثمرون بعدهم بهاي المنطقة. نحن حاليا موجودين على شارع دبي العين باتجاه مشروع بنغاتي الجديد. الفرصة جدا ممتازة للناس اللي تريد تعمل ريسيل لاحقا او للاند يوزر اللي يريد يسكن بشيء بقمة الفخامة. نحن حاليا هذا اللوكيشن قريب جدا على سيليكون اويسيس. هاي الأكاديميك سيتي، مدينة الأكاديمية مال دبي، كلها جامعات، كلها معاهد ومدارس، والناس يجوها من كل الخليج والوطن العربي يدرسون بيها. فهذول الناس وين يسكنون؟ هم وأهلهم أو هم بحدهم، لازم يلقون لهم مشروع عقاري، وهنا يجي موضوع تلال بنغاطي. اي نعم، نراويكم المشاريع على حقيقتها. هذا تلال بنغاطي؟ اي نعم هذا تلال بنغاطي، ما راح نراويكم الحياة وردية، راح نراويكم الارض مثل ما هي. بس شوفوا دبي علمتنا انه ارض مثل هاي برمشة عين تنقلب مدينة تخبل تعيش بيها انت وعائلتك، وتتعرف على جيرانك، وتروحون مسابح وتتسوقون وتسوون باربيكيو، وتنسى اصلا انه هي كانت هيك. فاحنا هسه بالموقع اللي حكى عليه علي، مثل ما تشوفون ماكو كونستراكشن لان المشروع استوى مطروح. هذا الشيء شنو يعني؟ يعني اللي يحب ياخذ ريسك عالي بالاستثمار مثل هوايه من اصدقائنا واحبابنا بساهي استيت، هسه هو الوقت الصح انه تستثمر بتلال بنغاطي. واكثر شيء تزيد قيمته بالسوق العقاري مو بس بدبي، بكل العالم، هي البيوت وليس الشقق. راح اعيدها، اكثر شيء تزيد قيمته بالعقار هي البيوت وليس الشقق. فتخيل انه انت تاخذ بيت هنا بعد رمل، فشنو بعدين قيمته راح تصير بالمستقبل. وهاي الاوترو مال الحلقه مالتنا، شفنا 3 مواقع مختلفه، طمنا مستثمرينا على كولينان، راويناهم مرسيدس بنز 1 واصل، وراويناهم الارض مال تلال بنغاطي. شكرا على المتابعه، نتمنى انه هذا النوع من المحتوى عجبكم، اشتركوا بالقناه ونشوفكم بالفلوج الجاي. باي.